هلو هلو. بصوا بقى، احنا نضفنا البوتاجاز اهو، مسحناه. البوتاجاز عندي انا كل يوم لازم بمسحه، حتى لو هو مش نظيف قوي لازم يتمسح كل يوم، علشان ما يعني في الاخر احنا اللي هنتضايق مش هو. يعني لما يتمسح كل يوم بيسهل علينا المواضيع. طيب هنعمل بقى قهوتنا. تمام، دي كده قهوتنا الساده بتاعتنا. كنت المره اللي فاتت ما طلعتهاش بوش لان انا كنت مقلله كميه البن، كنتش واخده بالي وانا بحطها، فان شاء الله المره دي تطلع بوش. طريقتنا في القهوه يعني هي مظبوطه مش مظبوطه، يعني ان هي تطلع مظبوطه بس هي مش مظبوطه، يعني انها تطلع طعمها حلو. انا هنعملها ساده. اوكي. هنحط التلجية بتاعتنا. ادي التلجة. تمام. وهنعاير بالمية الساقعة بتاعتنا. اهي. الفنجان ده يا جماعة موجود معايا من امتى؟ من حوالي 25 سنة والله بجد، يعني موجود معايا، يعني اشتريته مش يعني وانا صغيرة قوي. تمام، فانا بعتزية بيه، يعني رب ما يتكسرش عشان كل ما اقول على حاجة الاقيها بتتكسر، فيا رب ما يتكسرش، كل ما احب حاجة يعني الاقيها بتموت. فاحنا هنقلب قهوتنا بقى دلوقتي. تمام. نطلعه كام معلقتين اهو، قلب فيهم، هي معلقة واحدة يعني. بس المعلقة دي قمر كيوتة كيوتة كيوتة، كنت جايباها من الستور كده. الحاجات دي هي اللي بتحسن نفسيتي، يعني مفيش حاجة بتحسن نفسيتي أكتر من التفاصيل الصغيرة دي. بصوا دي اختي على عسل عسل عسل. يلا نقلب بقى كويس جدا ونرفعها على النار، تاخد وتدي بقى مع نفسها بشكل ودي كده. عشان بس اسف على البوتاجاز، بس ممكن يكون دخلها ميه. هتنور بس وطينا. حلو الكلام، حلو الكلام اهو. نسيبها بقى تتعمل. طيب بعد ما نعمل القهوة هغسل الكنكة واوريكم ازاي انا بغسلها، وبتطلع تاني بتلمع تاني نحاس حلوة قوي، ترجع لمعتها تاني. انا بغسلها بلمعها بليمونة، امشي عليها ليمونة كده وسلكة، وتطلع تاني النحاس يلمع تاني زي الاول. تمام. لما بستخدمه كذا مرة بيرجع يطفي تاني، فكذا مرة اقوم عاملاه وارجع تاني اغسلها بالطريقه دي بترجع تاني تلمع زي الاول. قولوا لي انتوا بتغسلوا النحاس ازاي وعلشان يرجع يلمع. انا جبت قبل كده منتج كده لتلميع النحاس، بس كان عباره عن لوشن كده، يعني التكستشر بتاعه زي اللوشن، بس كان مش عارفه كان بيلمع وكل حاجه، بس بحس انه بيسيب حاجات خضرة في الاخر كده في الاركان، يعني بين الحاجات اللي هي اللي جوه دي بيقوم سايب حاجات خضرة كده، فما حبيتهوش قوي. ففي سبراي للنحاس ممكن اجي اجربه برضه، مش عارفه هنشوف يعني. المهم هنسيب القهوه تستوي معانا. طالما حاطين تلج وميه ساقعه هي هتاخد حوالي يعني من 5 ل10 دقايق كده تستوي، فما نستعجلش طبعا، ما ندورش وشنا عنها لانها قروبه وبتعرف ان احنا دورنا وشنا فبتفور. وهرجع تاني انضف البوتاجاز من الاول لو فارت، يعني الموضوع نخلي بالنا منه، معلش نستحمل، جينا بنتصل مع بعض اهو. قولوا لي بقى انتوا بتحبوا القهوه ازاي بتاعتكم، بتعملوها ازاي؟ انا نفسي اشتري سبيرتو عشان السبرتايه استخدمها، ونزلت البارح ونازله يعني من اول اليوم انا نازله مقرره ان انا نازله هشتري، اروح للعطار اجيب سبرتو للسبرتايه. ماشي، رحت للعطار جبت كل حاجه انا عايزاها ما عدا السبرتو للسبرتايه يعني.
بجد. فمش فاهمه الزهايمر ده، يعني انا نازله اصلا للعطاره عشان اجيب، قعدت في العطاره لفه 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 لفه، جبت كربونات وجبت توابل وجبت معرفش ايه، ونسيت اهم حاجه اللي انا نازله لها اصلا، السبرتو للسبرتيه. فانا نفسي اجيبه، وممكن انزل النهارده اشتريه عشان اعملها على السبرتيه، وبعدين السبرتيه باخدها بقى في معايا في الفرنده كده، بقعد وبنعزل عن العالم، وابتدي اشرب السبرتيه القهوه بتاعتي. فانتوا بتحبوها ازاي؟ انا دلوقتي القهوه كمان، انا بحب القهوه الفرنساوي قوي قوي بصراحه، ساعات نفسي كده بتروح عليها في نص اليوم في العصاري كده قهوه فرنساوي، بحبها قوي. انا تقريبا انا بجرب كل انواع القهوه، يعني انا القهوه التركي، اللاتيه، الفرابتشينو، المانيتشينو، كل الحاجات القهوه دي انا بحب اجربها، يعني انا ما عنديش مشاكل خالص ان انا اجرب كل انواع القهوه. بس القهوه الوحيده اللي ما بحبهاش الايس كوفي، يعني الايس كوفي بكل انواعها. ايه ده؟ ايه لو ليه يا ماما ليه تخترعوا ايس كوفي؟ يعني هي قهوه سخنه معروفه، يعني اخترعوا كل حاجه للقهوه. ايا كانت الاسامي العجيبه اللي بنسمعها بقى، بس قهوه سخنه جميله، كابتشينو والحاجات دي كلها قهوات. ايه الايس كوفي دي؟ ايه الايس كوفي؟ ما انا اروح اشرب ليمون بالنعناع، ليه اشرب ايس كوفي انا؟ فالايس كوفي دي جربتها كذا مره، مش قادره احبها، مش قادره. في ناس بتموت فيها، بس انا يعني اديت لها فرص كتير، مش ما بتمسكنيش، يعني بحسش ان انا فقت، بحسش ان انا شربت قهوه، انا حاسه ان انا يعني شربت عصير، يعني مش عارف. ف في حد زي ما بيحبش الايس كوفي ولا انا بس؟ طيب ادينا اهو بنشوف. بصوا بقى هي قروبه ازاي، هتفور ازاي واحنا بنتكلم. بصوا هي ابتدى كده الوش يلم، انا مش عايزه الوش يفور. من تركات القهوه يا جماعه ان ما تخلوش الوش يفور، الوش يلم بس. تمام. طبعا انا لما بسيبه يفور وبنساه، آه ساعات بتطلع من غير وش، تمام، لكن لما يلم تطلع حلوه. طيب في بقى هو لما يعمل بابل كده، يعني لما يبتدي يعمل بابل، بحب اديله تقليبه كده بالمنظر ده، بس كده عشان اضمن ان الوش هيظبط معايا. بس فانا بموت في كل، نرجع تاني لانواع القهوه، قهوه اللي بالشوكولاته، قهوه بالكراميل، قهوه كل حاجه، بجرب كل حاجه as long as ان هي واقفه قدامها، حسبي الله، مش كده. يلا انا مش عارفه اعمل فيك ايه، عارفه لو ما طلعتيش وش راح تقريبا، هيروح ما راح يعني في سيكه اهو، بس يعني هقول ايه. يلا اديني واقفه قدامها اهو، يعني انا واقفه قدامها يعني، بس يعني انتي لو ما بتفوريش هتبقي بيرفكت، هتبقي اعظم حاجه في الحياه، يعني مش عارفه. يلا معلش مش مشكله. يلا صباحكم فل بقى، اروح اشرب القهوه.